إخوتي، هذا شهر رمضان أقبل، وهذه نسمات ليلته الأولى التي تعبق أجواء الإيمان بالبشرى بالعتق من النيران. إخوتي، إننا بحاجة ابتداء لكي نفوز بهذا الشهر إلى أمرين اشترطهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوتي، القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول في الحش الحمام، أعزكم الله، محل النجاسات. فالقلوب التي تخلص تجول حول العرش في العلويات، أما القلوب التي تجول في السفليات المخسوف بها فهي قلوب تدور حول الأكل والشرب والملبس والمظهر والطيب والكلام عن الناس ورؤية الناس وتتبع أحوال الناس. هذه قلوب خسف بها ما لهذه وللإخلاص. ولذلك كان علاج كل هذا التفاني في العبادة. أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. صار الإنسان من كثرة ما يرى من تعجب الناس يستحي أن يذكرها، وصرنا من يزهد فيها، رأينا من يزهد في هذا فلا يختم القرآن في الشهر مرة، أو يعجب بأنه يختم مرة. سبحان الله العظيم. إخوتي، إننا بحاجة إلى مثل هذا التفاني. أنا لا أعظك أن تختم القرآن في اليوم مرتين ولا مرة، بل كل 3 كما أذن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أو كل أسبوع كما كان يفعل الصحابة، أنهم كانوا يحزبون القرآن فيختمون كل جمعة مرة. هذا على الأقل في شهر العبادة، شهر رمضان. ثم الذكر، وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أين الكثرة للذكر في حياتنا؟ أترى الاستغفار في حياتك كثير؟ ونحن حين نقرأ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله يأمرنا أن نذكره كثيرا كثيرا. هذه يعني كلمة كثيرا، الكثرة التي يريدها الله، ما تبقاش بقى 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000، كثيرا. أن تكثر قدر ما تستطيع، وكلما زدت فهو عند الله أفضل بلا شك. فلذلك تحتاج إلى زيادة الذكر، زيادة تلاوة قرآن، زيادة قيام الليل. عمر بن الخطاب لما صلى الناس 20 ركعة ثم قال: والتي ينامون عنها أفضل، التي هي قيام آخر الليل، وقت السحر، وقت التنزل الإلهي، حين يقول ربنا: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الصبح. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا القيام في أحب الأوقات إليك. لذلك إخوتاه، إن كان ثم ما نتناصح به فإن أنصح نفسي وإياكم بالإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. والذي يجلب الإخلاص كثرة العبادة، فإنك كلما تقربت إلى الله أكثر أعانك على الإخلاص أكثر، لأنه كما قيل: كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. الإخلاص عزيز، الإنسان يجتهد في أن ينزع الرياء فينبت من جهة أخرى، ينزعه من جهة ينبت من جهة أخرى، ينزعه من جهة ينبت من جهة أخرى. فالتخلص من هذا بأن تكون حبيب الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عبد صالح يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. نعم إخوتي، إنه إذا أحبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بركة هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المرحومين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.